السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة هعمل لكم وصفة بس مش أكل. هي وصفة تنظيف كده سهلة وبسيطة. بصوا، أنا هنا معايا صابونتين بس حجمهم صغير. لو انت عندك صابونة حجمها كبير يبقى كفاية واحدة. الوصفة دي تحفة بجد. أول حاجة هجيب الصابون بالشكل ده وهتنيه نبشره بالمبشرة لحد ما اخليه ناعم، زي كده بالظبط. هبتدي بقى ان انا اجيبه واخده على نار، يعني هجيب حلة واحط فيها 2 لتر من المية على الصابونة الكبيرة او الصابونتين الصغيرين زي اللي انتوا شفتوهم دول. 2 لتر من المية. انا عايزة اعمل كمية كبيرة. لو انت عايزة تعملي نص الكمية هتبقى نص الصابونة الكبيرة او صابونة صغيرة زي اللي انت شفتيها وتحطي عليها لتر واحد من المية. هجيبهم كده على البوتاجاز وهروح جايه حاطه الميه. انا كده كانت الازازه دي لتر ونص، فانا زودت كمان نص لتر وبقى كده 2 لتر. هسيبهم لحد ما يسخنوا خالص. يعني مش هسيبهم يغلوا، هي بس الميه تسخن بالشكل دوت. وهروح جايه حاطه فيها المكون اللي هو الصابون دوت المبشور، وهقلبه كويس قوي لحد ما اتاكد ان هو داب. هعرف ازاي ان هو داب؟ معايا مضرب كده يدوي، هروح جايه حطاه ومقلبه طبعا. آه، طول ما انتي بتشيلي المضرب بتلاقي فيه بواقي صابون من المبشوره. اول ما تشيلي المضرب وتلاقي ان البواقي دي خلاص ساحت ما يبقاش موجوده، تطفي عليه. ما شرطش ان هو الميه تغلي زي ما قلتلكوا، لان هو اصلا الصابون بيدوب بسرعه مع الميه السخنه، وكمان مننا بشرينه، فبيبقى سهل قوي في ان هو يدوب يعني. هنا بقى كنت بقلب كده بالشكل ده، فلقيت اهوت مفيش اي حاجه طالعه معايا في المضرب، فخلاص هروح جايه طافيه وهتاكد ان هو كده داب. اخر بقى مكون هحطه هو الكلور. لو انت عايزه تحطي الوصفه دي على ابيض وتغسلي بيها مثلا المواعين وكده، اللي هي الالمونيا، هوريكم دلوقتي عملي. هتحطي كلور اللي هو الكلور الخام. انا جايبه كلور خام فرد، اللي هو كلور ابيض. حابه مثلا ان انتي تحطي الوصفه دي مع الغسيل في الغسالة الاوتوماتيك، يبقى تجيبي لها الكلور بتاع الاوتوماتيك. لو انتي عايزه بقى تستخدميها للالوان، تحط لها كلوركس الوان او كلور الوان اي حاجه. وممكن انت تستخدميها برضو في الغسالات الفول اوتوماتيك، تستخدميها في الغسالات العادية. بصي اي حاجة. هنا بقى استنيت لما الخليط قرب يبرد ورحت جاية معبياه في الجيركن ده. بصي بقى، هو يعني ممكن دي غلطة شوية لان الجيركن الصابون بيجمد، فالجيركن هيبقى صعب معاكي بعد كده ان انت تنزلي منه الصابون. بس انا بتنين اخبط كده لحد ما بنزل منه اللي انا عايزاه. طيب لو انتي حابه ان الموضوع يبقى مريح بالنسبه لك، عبيه في علبه وخدي منه، لان هو بيتجمد شويه في الاول خالص، وبعد كده لما بتعمليه بايدك كده فبيبقى سائل تاني. انا هوريكم دلوقتي كل حاجه. انا فضيت في الجيركن اهوت وسبت شويه اللي هم في الكوبايه دول على قد ما انا هعمل وهستخدم. ما شاء الله، يعني بيعمل معاكي كميه كبيره. هسيبه بقى كده على جنب ده، وهاجي بقى اوريكم الطاسه ديت كانت بتاعه القليه. انا بحب طاسه القليه دايما تبقى بيضه، ما يبقاش فيها اي دهون ولا ان هي تبقى سودة ولا كده، لا بالعكس. طيب انا عندي طاسه مثلا باظت من القليه وانحرقت وكده، بتحطيها على البوتاجاز على النار وبتسيبيها، بس اهم حاجه تكوني مفتحه الشبابيك عشان بتعمل دخان. وبتحطيها على النار. بصوا انا بوريكم هنا السلكة دي ناعمة هيت، ما هياش خشنة، وبالرغم من كده بصوا مسافة ما بحط المادة عليها وبدعك، بص ما بدعكش جامد. شوفوا الدهون بتطلع في قلب السلكة ازاي. فهتنيني بقى اعملها لحد ما هتنضف معايا خالص وهتبقى زي الفل، هتشوفوها دلوقتي. المهم تعالوا بقى اقول لكم الطاسه اللي هي لو هي كلها سودة هتعملي ايه. هتحطيها على البوتاجاز وهي فاضيه خالص، تكوني غسلاها ومنشفاها، تروحي جايه فاتحه عليها العين وسايباها. هتلاقي الطاسه ابتدت ان هي تولع من حواليها. ما تخافيش، سيبيها خالص لحد ما النار اللي هي حوالين الطاسه دي كلها هتلاقيها طفت. برضو تسيبيها شويه كمان، هتلاقي كل الدهون بتاعه الطاسه نزلت، وتروحي واخداها غسلاها غسله كويسه، هتلاقيها بقت زي الفل معاكي.
انا كنت عامله فيديو قبل كده على القناه بالطاسه دي، كانت برضو كنت حصل لي يعني تعب وكده واهملتها لحد ما انحرقت مني. بس الكلام ده كان يعني تقريبا في اول ما فتحت القناه، في فيديو هتلاقوه معمول عندكم، يعني ان انا قايله لكم طريقه تنظيف الطاسه او حاجه زي كده. كنت برضو عملتها كده وخليتها زي الفل. ومن ساعتها بقى على الوضع ده، يعني انا اغسلها. آه بصوا، بقت زي الفل اهي ومنوره، وتشوفي وشك فيها كمان. الخلطة دي حلوة قوي. وبعدين انا مش عامله لكم بالتسريع عشان خاطر اوريكم ان انا ما تعبتش فيها ولا في تنظيفها خالص، ولا قصيت من الفيديو ولا اي حاجة اهوت. مسافة ما عملت بمنتهى السهولة الزيوت اللي حوالين الطاسة دي طلعت. والوصفة دي بقى لو عندك حاجة ألمونيا بتخليها لك مراية تشوفي نفسك فيها بمعنى صح. شفتوا بتضوي جميلة ازاي. في بقى الخطوط اللي هي الضيقة دي، ده حز ضيق قوي، ده ما عرفتش اوصل له بصراحة من ساعة يعني ما نضفتها وكده. فكمنه خط ضيق كده، فما عرفتش اوصل له، هوريهولكوا دلوقتي. ايوه هو ده. بس الطاسة كلها زي الفل اهي. بصوا، جميلة بصراحة، بتضوي كده وبتبرق وتحفة. انا بحب طاسة الزيت دايما تبقى كده، اروح جاية مفضية الزيت منها وغسلها اول باول كده، هتنها معاكي نضيفة وزي الفل. لازم بيتكون على حروفها زي ما انا قلت لكم الحاجات الصفرة دي، لان طبعا انت طول ما انت بتقلي بقى سمك، بتقلي بطاطس، بتقلي بتنجان، اي حاجة طبعا بتطلع معاكي على حرف الطاسة الزيوت مع النار، فبتعمل المادة الصفرة دي. جبت بقى الباقي كده ورحت غاسله بقى بيه بالمره كده وانا واقفه على البوتاجاز الحوض، ورحت غاسله الحنفيه كده ومنضفاها وخليتها زي الفل. برضو الماده دي حلوه قوي لغسيل الحوض، غسيل السيراميك، الحمام، تغسلي بيه الحمام وتغسلي بيه الرخام، تغسلي، بصي هي ما بتقولش لا. بس اهم حاجه الكلور، لو هتستخدميه في الغساله الاوتوماتيك الكامله يبقى ليها الكلور بتاعها. هنا بوريكم ان هي الوصفة ابتدت تجمد اهيت، وهتجمد اكتر من كده برضو هوريكم. انا بقى دلوقتي هروح لكم على الحمام عشان اوريكم لما بغسل بقى الابيض بيها بيبقى عامل ازاي. هنا برضو الوصفة ما كانتش لسه جمدت قوي، ففضيت برضو من الازازة فنزلت معايا ايه بسلاسة كده، يعني نزلت بسهولة. هروح جايبة الفرشة. انا عاملة فرشة كده مخصصة للياقات بتاعة القمصان. بروح جاية يا دوب بل الفرشة بالمادة اللي انا عملتها دي، وبروح جاية يا دوب دعكة بطريقة يعني مش جامدة. حتى انا قلت لكم انا مش مسرعة الفيديو خالص وبعمل لكم بالطريقة بتاعتي بحرف الفرشة اهي. ما بتيجي بقى تمسكي اللياقة وتدعكيها على ايدك، بتبوظي اللياقة نفسها بتبوظ، لان هي بتبقى جاية كده زي ما تكون فيها مادة بتخليها ان هي ناشفة. فمع الدعك على الايد المادة دي بتتكسر. يعني هم في المغسلة عموما بيغسلوا بالطريقة دي، بطريقة الفرشة دي. بس اهم حاجة تكون فرشة ناعمة، فرشة تكون نضيفة، تبقى عاملاها للأبيض. ما عندكيش ممكن تستخدمي فرشة الأسنان برضو. المهم ان انتي تيجي بس بالمادة دي على الياقة طبعا. هي هنا يعني الوساخة بتاعت الياقة ما كانتش واضحة قوي، بسبب ان تقريبا ان يعني الكاميرا كانت بعيدة شوية. بس بصراحة هي زي ما موجودة في الصورة، كانت قبل وبعد. هروح جاية بقى ماسكاها بالشكل دوت، وهروح بصوا خلاص نطفت وبقت زي الفل اهي. بقت تحفة بصراحة. بروح جاية بقى يعني انا بشيل اي صابون عليها عشان خاطر اوريها لكم من غير الصابون. بروح جاية بقى حطها تحت الحنفية كده وغسلاها، واروح بقى انا بروح حاطة الابيض ده في دورة مع نفسه في الغسالة. بس انا مش هحط معاه الخلطة دي لان انا ما كانش عندي كلور من بتاع الغسالة الاوتوماتيك. فالكلور الخام ده بيبوظ الغسالة الاوتوماتيك، فعشان كده انا بقول لكم لو هتستخدموها الغسالة فول اوتوماتيك او غسالة عادية تستخدموها عادي. الكلور ده عادي ما بيضرش هو واي اريال او اي مسحوق. انما الغسالة الاوتوماتيك الكاملة اللي هي فتحتها من قدام ديت لازم تستخدموا لها الكلور بتاعها وكمان الاريال بتاعها. و التجربة خير دليل زي ما بيقولوا. بصوا يا جماعة اهو، بصوا بتبقى عاملة ازاي الوصفة. بعد دي لما بتبرد بقى خالص بتمسكيها تفركيها بايدك كده، خلاص بتنعم معاكي وبتبقى زي الفل وبتستخدميها عادي.
يا رب يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وبجد بجد من احسن الوصفات واجملهم. استخدميها، بس هي ريحة الكلور بتبقى فواحة شوية، بس مش مشكلة، المهم ان احنا النتيجة اللي احنا نعملها نبقى راضيين عنها. وهنا بقى الوصفة بعد ما جمدت اهيت في الجيركن، زي ما قلت لكم انا بقعد اركه شوية كده وتنيني اخبط اخبط لحد ايه ما بنزل الكمية اللي انا عايزاها عشان استخدمها. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتكون سهلة على قلبكم، ولو جربتوها اكتبولي في الكومنتات. مع السلامة.